انا عايز انبه لحاجه مهمه، ان طريقه الشحن دي مش امنه اطلاقا. فده تطبيق انا بوريك اهميه انك تكون فاهم امتى تجمع البطاريات بشكل معين عشان تحصل على الفولت اللي انت عايزه، وامتى تجمعها بشكل معين عشان تحصل على الامبير اللي انت عايزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا النهارده جاي اقول لك على طريقه بسيطه تقدر تشغل بيها الراوتر ده من غير كهرباء. الموضوع بسيط جدا، مش محتاج اكتر من 3 بطاريات ليثيوم تجيبهم من اي حد بتاع الكترونيات. بس عايزك تركز معايا كده في الفيديو ده علشان هكلمك في شويه تريكات كده لو انت مبتدئ. انا احمد داوود، دكتور هندسه. دكتور هندسة. طيب بص، مبدئيا كده انا عندي الراوتر ده بيشتغل على 12 فولت، يبقى انا عايز امده بمصدر طاقه 12 فولت علشان اقدر اشغله. فانا جبت البطاريات دي، كل بطاريه من دول الساعه بتاعتها 3.7 فولت، يعني الثلاث بطاريات 11.1 فولت. الثلاث بطاريات دول لو اتشحنوا يقدروا يشغلوا الراوتر ده. بس انا عايز اكلمك في شويه حاجات كده لو انت مبتدئ زي ما قلت لك، وهي ازاي تحصل على الفولت اللي انت عايزه من البطاريات. كل بطاريه من دول 3.7 فولت. انا كنت كلمتك في موضوع كده مهم ايام الفيديو بتاع اللمبه الساريه، كنت كلمتك في موضوع التوصيل توازي وتوالي. فلو انا مثلا هتكلم اولا عن التوصيل التوالي، فلو عندي مصدر كهرباء مقدار فرق الجهد اسمه V، هنوصل الاحمال توالي. فلو عندي حمل اولاني وحمل تاني وحمل تالت مثلا، وادي الطرف التاني، هلاقي ان الحمل الاولاني ده فرق الجهد عنده اسمه V1، وفرق الجهد عند الحمل التاني V2، وفرق الجهد عند الحمل التالت V3. التيار عند الحمل الاولاني I، وعند الحمل التاني I، وعند الحمل التالت I. اذا فرق الجهد عند كل حمل لا يساوي فرق الجهد الاساسي، يعني V1 لا تساوي V2 لا تساوي V3، و V1 زائد V2 زائد V3 بتساوي V. فرق الجهد في التوصيل التوالي بيتقسم على الأحمال، والتيار لو هنا طالع منه تيار بمقدار I، تيار عند كل حمل هو نفس التيار اللي طالع من مصدر الكهرباء. ده في التوصيل التوالي. تعال بقى في التوصيل التوازي، لو أنا عندي مصدر كهرباء طالع منه جهد وليكن مقداره V وتيار وليكن مقداره I، وأنا وصلت الأحمال توازي، أدي حمل أولاني وأدي حمل تاني وأدي حمل تالت، هلاقي إن عند الحمل الأولاني فرق الجهد V، وعند الحمل التاني فرق الجهد V، وعند الحمل التالت فرق الجهد V. إذن فرق الجهد في الأحمال التوازي عند كل حمل هو نفس فرق الجهد اللي طالع من المصدر الأساسي. التيار بقى بيتقسم، هلاقي الأمبير عند الحمل الأولاني I1، الأمبير عند الحمل التاني I2، الأمبير عند الحمل التالت I3. يبقى في الحالة دي I1 لا تساوي I2 لا تساوي I3، و I1 زائد I2 زائد I3 هتساوي I. يبقى الفرق بين التوصيل توالي والتوصيل توازي هو انه في التوصيل التوالي فرق الجهد بيتقسم والامبير بيبقى 1. في التوصيل توازي فرق الجهد عند كل حمل هو نفس فرق الجهد اللي طالع من المصدر، لكن الامبير هو اللي بيتقسم في حالة التوصيل توازي. الكلام ده انا باكد عليه ليه؟ عشان انا عايزك تفهم، علشان لما تحب تعمل التطبيق ده لأي حاجة تانية غير الراوتر فتكون فاهم انت امتى محتاج تجمع الفولت بتاع البطاريات مثلا، وامتى محتاج تجمع امبير. يعني انا مثلا لو لقيت ان انا الامبير بتاع البطاريات ده ضعيف مش هيشغل الراوتر وليكن، يعني على سبيل المثال، يبقى انا كده محتاج ايه؟ ان انا اجمع مثلا البطاريات توالي علشان احصل على 12 فولت. طيب انا كده حصلت على الفولت اللي انا عايزه، بس لقيت ان مثلا يعني البطاريه من دول 500 ملي امبير، في حين ان الراوتر محتاج 1 امبير، يعني 1000 ملي امبير. يبقى انا هعمل ايه؟ اجيب 3 بطاريات تانيين واوصلهم توازي مع ال3 بطاريات دي. ليه؟ علشان في التوصيل التوازي الامبير بيتجمع، التيار بيتجمع، وبالتالي انا هحصل على 500 ملي امبير مره من ال3 بطاريات دول، ولما احط 3 توازي تاني معاهم احصل على 500 ملي امبير. يبقى 500 ملي امبير و500 ملي امبير 1000 ملي امبير، يبقى انا بحصل كده على الامبير اللي محتاجه الراوتر. فده تطبيق انا بوريك اهميه انك تكون فاهم امتى تجمع البطاريات بشكل معين عشان تحصل على الفولت اللي انت عايزه، وامتى تجمعها بشكل معين عشان تحصل على الامبير اللي انت عايزه. طيب
انا دلوقتي زي ما قلت لك محتاج ان انا اشغل الراوتر ده من غير كهرباء على بطاريات. كل بطاريه من دول الساعه بتاعتها 3.7 فولت، يعني الثلاث بطاريات مع بعض يعملوا تقريبا 12 فولت. دول هيشغلوا الراوتر. حلو قوي. يبقى انا ممكن اجيب بقى حاجه كده، اجيب العلبه دي كده اسمها كونتينر او حاويه او بيت بطاريات. العلبه دي بتجيبها من عند اي حد بتاع الكترونيات، وممكن ما تجيبهاش، ممكن انت توصل البطاريات دي توالي. خلاص انت عرفت ان ده القطب الموجب وده القطب السالب، ادي التوصيل توالي كده. لو انت عايز توصلهم توازي هتوصل بالشكل ده كده، الاقطاب دي مع بعضها والاقطاب دي مع بعضها. تمام. هتوصلها توالي بالشكل ده وتبدأ بقى تكسرهم كده وتعمل يعني تجمعهم كده مع بعض، او تجيب الحل الاسهل واللي انا بفضله الكونتينر ده عند اي حد بتاع الكترونيات وموجود ومتوفر وسعره رخيص تقريبا 10 جنيه يعني. والكونتينر ده كده كده موصل البطاريات بشكل توالي. بص كده، هو بيبتدي من هنا سالب البطارية الأولى، وآدي البطارية الأولى أهي، وبعدين من موجب البطارية الأولى بيوصل لسالب البطارية التانية، ومن سالب البطارية التانية أهو يمشي أهو، ومن موجب البطارية التانية بيوصل لسالب البطارية التالتة والأخيرة، وآدي البطارية التالتة بتوصل هنا للموجب ده اللي بيطلع له هنا الطرف الموجب. والطرف السالب الأولاني بيطلع من عند أول بطارية خالص أهو، اللي هو السلك الأسود ده طالع من عند أول بطارية من سالب البطارية الأولى. فهو هنا عاملها لك التوصيلة توالي جاهزة. هنا كده تحط ادي البطارية الأولى، وبعدين البطارية التانية السالب بتاعها اهو، يعني الموجب بتاع الأولانية داخل في السالب بتاع التانية، الموجب بتاع التانية داخل في السالب بتاع التالتة، وادي السالب بتاع التالتة في نهايته الطرف الأحمر. يبقى كده دول الطرفين بداية ونهاية التوصيل التوالي، يعني ده السالب وده الموجب. هتجيب البنات دي كده من عند اي حد برضو بتاع الكترونيات موجوده ومتوفره. بص كده، هوصل الطرفين دول توازي مع بعض، الاسود هو السالب والاحمر هو الموجب، زي السلكين بتوع الكونتينر بالظبط. تمام. فانا هوصل الاحمر مع الاحمر والاسود مع الاسود. شفت كده، ادي الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. وهجيب الكونتينر ده برضو السوالب كلها مع بعض والموجب مع بعض. تمام. وبعدين بقى ممكن تعزلهم بشكرتون او اي حاجه. هجيب الشاحن ال 12 فولت بتاعي، ده شاحن 12 فولت 1 امبير. لما احب اشحن البطاريات هوصل كده، البنه دي البنه الفيميل، والبنه دي البنه الميل. ادي البنه الفيميل بدخل فيها البنه بتاعت الادابتور كده، ولو وصلت ده بالكهرباء يبقى انا كده بدخل 12 فولت على البطاريات وبشحنها كده توالي. بعد ما اشحنهم ابدا اشيل ده كده واوصل في الراوتر واستفيد بالبطاريات بتاعتي. طبعا انا هنا الراوتر مش هينور لان البطاريات دي مش مشحونه، فانا هشحنها لك دلوقتي. انا عايز انبه لحاجه مهمه، ان طريقه الشحن دي مش امنه اطلاقا، لان الشاحن ده 12 فولت، البطاريات دي الساعه بتاعتها 3.7 في 3 يعني 11.1 فولت. فانا كده بسلط فولت اعلى من الفولت اللي بتتحمله البطاريات دي، فلو الفولت علي بزياده ده بيمثل خطوره على البطاريه، ممكن لا قدر الله البطاريه تنفجر. ده اولا. كمان التوصيل التوالي ده خطر، لانه ممكن بطاريه تشحن قبل الثانيه وهكذا. فانا لا انصح اطلاقا، ولكن طريقه مجربه ومع ناس كتير ومعايا انا كنت بعمل كده. انا كنت بشحن كده بصراحه، بس باخد بالي ان انا اخري ساعه او ساعه وشويه، يعني خليك ساعه ونص مش اكتر من كده. وكل شويه كنت احط ايدي على البطاريات كده اشوف سخنت ولا لا، لان الطريقه دي زي ما قلت لك هي طريقه مش امنه، البطاريات دي معامل الامان فيها قليل جدا. ولكن لو انت مضطر اعمل ان شاء الله خير، يعني حتى فنيين الدش بيعملوا كده، بيعتمد على 3 بطاريات علشان يشغل الريسيفر بتاعه لما يحب يروح يكشف على اشاره وما يبقاش محتاج كهرباء يعني. تمام. فالطريقه دي مجربه، ولكن
مش آمنة تماما، ما ينفعش تنساهم على الشاحن. انت اخرك ساعة او ساعة وشوية يعني. المرة الجاية ان شاء الله، الفيديو بتاع السبت الجاي ان شاء الله هوري لك دايرة آمنة جدا لشحن البطاريات افضل من الطريقة دي. انا هنا بكلم الناس المضطرة اللي معهاش دايرة الشحن، فبقول لك انت ممكن بالطريقة دي لو انت اخدت احتياطاتك وما زودتش في وقت الشحن، فالدنيا هتبقى امان معاك ان شاء الله. طيب البطاريات دي تعال نقيس كده الفولت بتاعها. لو جبنا الافو كده على 20 فولت تيار مستمر، لو قسنا الفولت بتاع البطارية الأولى دي 1.1، مش مشحونة خالص، ما فيهاش أي شحن. البطارية التانية 1.6، البطارية التالتة 1.4. فهنا أنا محتاج أشحن، فخليني أشحن كده وأرجع لك تاني. هشحن البطاريات بالطريقة بتاعتي ومش هزود عن ساعة. انا دلوقتي هوصل كهرباء وهرجع لك بعد ساعه. طيب انا دلوقتي عدى ساعه خلاص، هبتدي اقيس كده الفولت اللي طالع من الثلاث بطاريات دي. اجيب الافو بتاعي تاني على 20 فولت مستمر واقيس كده من هنا. ده انا بقيس مجموعهم كده توالي، ممكن من هنا ممكن من الطرفين دول، هقيس مجموعهم توالي. ادي السالب وادي الموجب، طلعوا معايا 11.7. شوف انا هنا قعدت ساعة واحدة اشحن تقريبا علشان ما يجيبوش ال 12 فولت، ف 11.7 معقولين. ابتدي كده بقى ايه اجرب. ممكن برضو علشان اوريك، ممكن اقيس لك كل بطارية على حدة لوحدها واشوف مطلعه معايا قد ايه. ادي البطارية الاولى مطلعه معايا 3.6 فولت، البطارية التانية مطلعه معايا 4 فولت، البطارية التالتة مطلعه معايا 4 فولت. اخدت بالك ان البطاريتين دول شحنوا اسرع، وصلوا ل 4 فولت، ودي ما وصلتش لل 3 و7. فده من عيوب الشحن توالي، ان البطاريات لما تكون، حتى شوف البطارية دي مختلفة عن دول تقريبا، دي كانت اقدم عندي. البطارية لما تكون مش بنفس جودة البطاريات التانية فممكن تتأخر شوية في الشحن، فدي تعمل مشكلة ان دي بيتضغط عليها ودي لسه ما خلصتش، فده عيب التوالي. فخلي بالك يعني من التوالي برضو، من ضمن الاحتياطات ان الثلاث بطاريات يكونوا زي بعض. انا هنا بحاول احذرك على قد ما تقدر. طبعا برضو احذر وما تعملش حاجة غلطة انا عملتها، ان انا شلت الاكياس اللي هنا. الاكياس اللي على البطارية الليثيوم دي بيبقى مغلفة القطب السالب ده كده، فدي بتعمل حماية، لان ده كله سالب، يعني كل ده كده سالب والموجب هنا. لو انت لمست الاتنين دول ببعض شوف هيبقى فيه ايه. بص شفت النار دي؟ مش عارف باينه في الكاميرا ولا لا. شفت في نار كده، مش عارف بانت ولا لا بصراحه، بس في نار لما القطب الموجب بيلمس القطب السالب كده. تمام. طيب انا ليه شلت الاكياس دي؟ علشان البطاريات دي كانت قديمه عندي، وانا جايبها بصراحه من بطاريه لابتوب، فكانت ملزقه كده وبتاع، فانا كنت يعني الوضع التلزيق ده كنت عايز اخلص منه، فشلت الاكياس يعني، وقلت بقى هحتاط ان احاول ما المسش القطب الموجب للقطب السالب. طيب خليني كده بقى اجرب اشغل الراوتر. انا بالبنه الميل وهدخلها في الراوتر، شوف بقى اللي هيحصل. ادي الراوتر نور واشتغل. شغلت الراوتر من غير كهرباء وبحاجات بسيطة جدا أي واحد يقدر يعملها. أتمنى أنك لو استفدت مني حاجة ما تنساش تدعي لي وليك بالصحة والستر وراحة البال والهداية للطريق الصحيح والمستقيم.